عليكم ورحمة الله وبركاته. تتم الفيديو السابق ما هي أسباب الصراع بين المحور القطري الإخواني التركي وبين المحور السعودي الإماراتي المصري. ذكرنا أن الصراع كله يعني يتمحور حول الصعود إلى الحكم، لأن هذه الجماعات وهذا المحور يريدون الصعود إلى الحكم. الجماعات الإسلاموية، لا نقول الجماعات الإسلامية لأنها تتخذ الإسلام فقط وسيلة لكي تصل إلى الكراسي. كان هناك بين هذه الجماعات وبين الأنظمة الخليجية خاصة شهر العسل، وتحول شهر العسل هذا بقدرة قادر إلى عداوة وبغضاء، وكانت هذه الجماعات هي الطفل المدلل لهذه الأنظمة وحتى النظام المصري أيام حسني مبارك. لماذا تغير هذا الود؟ رغبة هذه الجماعات الإسلاموية وعلى رأسها الإخوان بالوصول إلى الحكم هدد عروش هذه الأنظمة المستبدة، ومن هنا بدأ الصراع بين الفريقين وبين المحورين. السبب الآخر دعوة هذه الجماعات إلى الديمقراطية، والديمقراطية من مبادئها الرئيسية تداول الحكم سلميا، ومن هنا أيضا بدأ الصراع بين الجماعات وبين الجماعات الإسلاموية ومحورها قطر وتركيا ضد السعودي، محور السعودية والإمارات ومصر. أضف إلى ذلك أن منهج هذا المحور الإخوان قطر تركيا هو منهج ديمقراطي علماني، ومنهج المحور الآخر السعودية الإمارات مصر هو محور علماني استبدادي، فلا يمكن أن يلتقيا إلا أن يقضي أحدهما على الآخر. وأنتم تعلمون أن هذه الجماعات قد وصلت إلى سدة الحكم بالانتخابات الديمقراطية في إبان الربيع العربي. بقي معنا مسألة أخرى ضروري أن نتحدث فيها. ما هو الدليل الذي جعلنا نقول أن هذه الجماعات رغم أنها تدعو إلى الإسلام كالإخوان والسرورية وتنظيم الجالسة، لماذا قلنا أن هذه الجماعات وظيفية؟ لماذا قلنا إن هذه الجماعات وظيفية؟ هناك قاعدة: البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير. سأذكر نقاط وأنت أخي الكريم أعمل فيها عقلك. أولا، منهجية هذه الجماعات فإنها تدعو إلى دين الغرب، الديمقراطية والعلمانية أو الإسلام، لذلك قلنا أنها عميلة للغرب، أو الإسلام الأمريكي. ولك أن تعلم أن مؤسسة رند المعنية بتوطين الإسلام الأمريكي بدراسة طرق توطين الإسلام الأمريكي في الشرق الأوسط هي موجودة في الدوحة تحت حكم الإخوان. ثانيا، عندما ترى قيادات هذه الجماعات، لا أقول الأفراد وإنما القيادات، يعيشون في بذخ من العيش ونفقات خيالية، وليس لهم لا تجارات ولا مصانع ولا مزارع، فمن أين تأتي هذه الأموال ومن أين تتدفق؟ النقطة الثالثة وهي مهمة جدا: شهادات المنشقين. فالمنشقون أجمعوا على أن هذه الجماعات جماعات وظيفية، جماعات وظيفية بيدق بيد المخابرات الغربية. ومن هؤلاء أنا دائما أكرر: ثروة الخرباوي، مختار نوح، حسام الغمري وغيرهم كثر. النقطة الأخيرة وهي مهمة جدا: كيف استطعنا أن نقتنع وأن نقنع أنفسنا أن هذه الجماعات وظيفية؟ هذه الجماعات عندما تكون خارج الحكم تطالب بتحكيم الشريعة الإسلامية، ما أن تصل إلى الحكم إلا وتتعلمن وتوطن العلمانية وتعلمن الأنظمة وتحاول علمنة الشعوب وتحاول تبديل دين الشعوب. وقد رأينا الجماعات هذه عندما حكم مرسي في مصر لم يحكم إلا بالعلمانية،
ورأينا أن النظام القطري نظام علماني، المراقص والخمارات موجودة في الدوحة. ورأينا أن النظام التركي هو أكبر نظام علماني في المنطقة، وحتى رئيسه الإخواني يقول، أردوغان يقول أنا مسلم علماني. وفيها دور للبغايا ودور للمثليين وإباحة، يعني حتى إن البغايا لم يكن لهن قانون يحميهن، حتى جاء أردوغان وصنع لهن قانون يحمي هؤلاء البغايا. هذه أيضا عندما وصل الغنوشي إلى سدة الحكم في تونس، علمنا الدولة أشد من علمانية بن علي. ومن صرح بهذا شريكه السابق في النهضة الشيخ خميس الماجري، إذ قال إن الإسلام الذي تدعو إليه النهضة ليس له علاقة بالإسلام الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على نبيه، بل هو إسلام أمريكي. وقال في مقابلة أخرى راشد الغنوشي هو مسيلمة الكذاب، هو مسيلمة الكذاب. والعثماني زعيم الإخوان في المغرب عندما وصل إلى سدة الحكم مباشرة هو من وقع وهو من تجرأ على توقيع التطبيع مع إسرائيل. وهذا مشروع أمريكا في المنطقة، التطبيع والإسلام الأمريكي. بقي معنا نقطة مهمة أخيرة أريد أن أتحدث فيها، البروباغندا التي يصنعها الإعلام الكذوب رجب طيب أردوغان بين الفينة والأخرى. مؤخرا قال إنه يمكنه أن يحارب إسرائيل ويمكنه أن يتدخل لحماية أهل غزة، كما تدخل من سابق في أذربيجان وكما تدخل في ليبيا. والجزيرة تأتي مباشرة: عاجل الرئيس التركي، عاجل الرئيس التركي، عاجل الرئيس التركي. هل يستطيع هذا الكذوب أن يدخل في حرب حقيقية؟ أولا، الجيش الإسرائيلي متفوق على الجيش التركي من ناحية الطيران. فالجيش الإسرائيلي عنده F-16 الهجومية، وعنده F-35 التي لم يمتلكها أردوغان حتى هذه اللحظة. هذا أولا. طبعا F-35 لا تكتشفها الرادارات حتى هذه الساعة. هذا أولا. ثانيا، لك إذا جئنا نبحث في أكبر مستوردي القمح في العالم، فسنجد أنها 4 دول كبرى، وهي بالترتيب أندونيسيا، ثم مصر، ثم الصين، ثم تركيا. فكيف سيحارب هذا اللكع وهو يستورد القمح من المنظومة الغربية؟ التطور الذي يزعمون أن أردوغان صنعه في تركيا، نعم هناك شيء من التطور، ولكن لنكن صادقين، دولة فيها مروج وأنهار ليس عندها اكتفاء ذاتي من القمح. ما يدلك هذا؟ يدلك على أن أردوغان يسير في خطة غربية، لأنه ممنوع على الدول العربية والدول الإسلامية أن تكتفي من القمح. تحياتي لكم واحترامي.